بسم الله الرحمن الرحيم، مساؤكم سعيد واهلا وسهلا بكم من جديد هنا عبر قنوات الاس اس سي وعبر منصة الشاهد VIP في هذه الليلة الإفريقية من هنا من عاصمة الشرق مدينة وجدة التي ستستضيف هذه الأمسية وهذه المباراة والتي ستجمع منتخب النيجر مع منتخب المغرب لحساب التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. مباراة أكيد منتظرة تأتي لحساب الجولة الخامسة من هذه التصفيات من أجل العبور إلى المونديال. ثم الكرة مغربية تصل من جديد إلى الجهة اليمنى، المحاولة من إبراهيم دياز، عز الدين وانتو، لكنها راحت وضاعت. ركلة مرمى، الخطورة مغربية، كنترول ممتاز، ممكن العرضية في القائمة الثانية، الراسية في المرمى يا نصير. كرة ضاعت مرة أخرى، فرصة أخرى تضيع من طرف سوء تفاهم في اللقطة الماضية بين عز الدين ويوسف نصيري في الكرة الماضية. والسادسة تحتضنها الملاعب المغربية، منتخبات اختارت المغرب. هنا الكرة بن صغير، تسديدة قوية لإلياس والدفاع يتدخل والكرة تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب المغربي. سلامات إلى سفيان من يوسف. هنا سفيان رحيمي يحط الكرة، عودة اليو على اعتبار أن مجموعة من المنتخبات ومجموعة من الاتحادات اختارت المغرب كواحدة من الوجهات الرياضية التي تحتضن الكثير من المباريات. بجانبه 8 عز الدين وناحي يسارهم امامكم. هنا الكرة الخطيرة، فرصة في المرمى، يلا من ضربة يا رحيمي. اول كرة، اول ضربة، اول 20 ثانية وفرصة لسفيان رحيمي نجم الزعيم العيناوي في الامارات العربية المتحدة. هنا رقم 13 للنيجر، يحاولون من بعيد. يوسف اليو بعيدة الى خارج ارضية الملعب، والكرة تبدو غياب حكيم زياش. الرجل خلاص اصبح هو الكابيتان ونايف اقرب بعيدة. يا مسألة خطيرة فوق المرمى. الله يا نايف، الله نايف في رحلة البحث عن الجول الأول. الراسية يا يوسف نصيري في كرة كانت قريبة جدا. هذا هو يوسف نصيري اللي يريد أن يصل إلى رقم حكيم زياش، يريد أن يصل إلى رقم المايسترو، يريد اللحاق. وصلت هذه خطيرة يا سفيان إلى تخرج من قلب المرمى. يوسف نصيري أمام الشباك، كاد يفتح طريق وكاد يضرب الشباك وكاد يسجل أول الأهداف. هنا اللقطة يا سفيان رحيمي يا رحيمي، لكن الأقرب هو المدافع رقم 3 عمر ساكو نجم روستوف الروسي. فرصة للنيجر، هنا العرضية، هنا الراسية فوق المرمى. شوف حتى هم السباقين في الكرات العرضية. رأسية عمر ساكو اللي أنقذ مرمى من هذا الصغير، يستلم الكرة لكن صافرة الحكم السيد عمر عبد القادر عرتان تنهي أحداث وزمن وشوط المباراة الأول بتعادل سلبي بنجاح. هناك في فرنسا وحنا كنشوفوا هذه العمليه، تمريره عرضيه راسيه صعيبه والهدف لمنتخب النيجر. ارتطمت الكره بالقائم وبعد ذلك يجي الهدف. هذا هدف يمكن نقولوا بانه مع انطلاقه الشوط الثاني مباغت، لان عمر ساكو هو اللي وضع الكره في المرمى. ارتطمت الكره بالقائم، بعد ذلك نزول ديالها امام مجموعه من اللاعبين، ثم يأتي الهدف لمنتخب النيجر. ياسين بونو يتلقى هدف. لاحظوا ردة الفعل لصالح المنتخب الوطني المغربي. تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية ديال سفيان رحيمي، كاين لمسة يد. الحكم انتظار لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. ممتازة فرصة رأسية من سفيان رحيمي، ولكن الكرة ديالو مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. تغيير كلي من نايف أكارد. هذه محاولة صويبة، إلياس ممتازة، صويبة مباشرة صوب الحارس إلياس بن صغير.
يحاول انه يباغت الجميع ويبحث على تسديده مباشره. هذا مرابط تمريره في العمق ممتازه، فرصه مواتيه، ولكن هي متمم العمليه كترجع مره اخرى المغربيه. ياميق نزل الكره ديالو مع سفيان مرابط في خط الوسط، تغيير الجهه اليسرى عند نايف اكرد. يوسف النصيري وصلت الى الامام، ولا العرضيه ولا الراسيه في الجول. الله، دخل ليدون، دخل ليسجل. عاد الاسود، عادوا. نعم سجلوا يا ساده. التعادل ياتي واهداف اخرى في الطريق. يا بدو اتفرج يا الزاكي وهاتها من الشبكه. 1-1 الان. شوف اللقطه، ابراهيم دياز المحاوله ثم العرضيه. الهلال السعودي كرة أمامية مغربية، اختراق يوسف، محاولة داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا التغطية، هنا النصيري الذي كان يبحث. مزراوي، نعم النصير مزراوي كان يبحث عن كرة للنصيري في الخط الأمامي. نشوف هنا السيباري قاف هذا البحث وهذا الطموح المغربي. كرة تنفذ، محاولة ممتازة مباشرة نحو ضربة مرمى. يقول الحكم السيباري يراها في الركنية، والحكم الصومالي يتألق مع بي اس في ايندهوفن. المشاركة هناك في هولندا، الحضور مع البي اس في. دياز كينطلق، محاولة من حكيمي كيدخل داخل منطقة الجزاء، تمريرة، فرصة داخل منطقة الجزاء. محمد طنجاك الصالي ينقض على هذه الكرة، يتمكن من ايقاف هذه الكرة. شوفوا الطريقه ديالو كيفاش انه محمد جيبو هكذا يلقب الحارس مرمى منتخب النيجر. كيغير صوب منه. شوفوا هنا اليميق، تصويبه ديال اليميق، محاوله مباغته الحارس، ولكن الكره ديالو لم تكن ناجحه. نعطيوه ايضا احصائيات جواد اليميق اليوم المس 66 كره. جواد اليميق تمريراته لم تكن دقيقه بنسبه 100%. كره مغربيه، سيباري محاوله وشويه، فرصه الاختراق، نصيري كره، الحارس ينقذ الموقف. النصيري كاد ان يضع في الشباك، يوسف النصيري كاد ان يضع. ممتاز اشرف حكيمي داخل منطقه الجزاء، تمريره والدفاع ينقذ الموقف. الاخطر مغربي، الافضل عناصر. مرة أخرى عند إبراهيم دياز، كاين تدخل، مخالفة. مزراوي استلمها، الزلزول يطلبها، مزراوي غير رأيه، دياز يا سلام على التيكي تاكا في المرمى. الله، تيكي تاكا مغربية الثانية سادة. المغرب يقلب الأرقام ويقلب الطاولة على النيجر ويتقدم في الوقت الإضافي عن طريق العرضية الجميلة. يا له من دياز ومزراوي، لمسة سحرية وضربة معلم يا رجل. بلال الخنوس، افرح يا سيدتي فإنك مشجعة الأسود، افرح يا ابنتي فإنك عاشقة أسود الأطلس. الله 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 الله، شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف اللمسة، شوف الهربة. الله عليك، حطاله بوم في المرمى برأسية والأرض.